أيها الإخوة، أيها الرفاق، تمر علينا في هذه الأيام الذكرى الخامسة لاحتلال عفرين. هذا اليوم 20 من الشهر الأول. كلما نتذكر هذا اليوم نشعر بالحزن والأسى لاحتلال عفرين، ولكن وبنفس الوقت نشعر بالعز والفخار، نشعر بالعز والفخار لأن أبناءنا ومقاتلينا ونساءنا ورجالنا صمدوا في وجه ثاني جيش أو ثالث جيش في حلف الناتو لمدة 58 يوما. هذا دليل على أن الذين صمدوا ل58 يوما قادرون على أن يحرروا عفرين. تركوا عفرين لمصيرها فصمدت وقاتلت جيش يعجز عن الوقوف في وجه جيوش الشرق الأوسط بأجمعها. هذا دليل على أننا أصحاب قضية وأصحاب حق. في عفرين كل واحد فينا له ذكرى، له شجرة زيتون، أجسادنا هنا وقلوبنا في عفرين. لولا خيانة الأقربين وخذلان الأبعدين ومصالح دولية كانت هي الأساس في تسليم عفرين. خرجنا من عفرين. أن هذا التاريخ هو بالنسبة لنا كعفرينيين تاريخ أسود، ولكن ما يدعو للفخر والاعتزاز أننا اختبرنا قوتنا وصمدنا في وجه الجيش التركي لمدة 58 يوما، وأكثر من 75 طائرة F-16 و F-32 كانت تحوم في سماء عفرين، لا يكاد سماء عفرين أن يتسع لها. عفرين پایتخت کردستانه. عفرين بيجو حشتروش لامبر داغر کریه. هفته و دل دیاره. سرگل عفرینه ایرش کرن. گله ما هوشبر کرن. لحر دار که خواستن گله ما کرد تنایی بکن. تشتکیرو العفرینه کن. لده تمنی هری گران جو بالک داره زیتونه تبده. تمنی عفرینه جی پر گرانه. فلا دشمن به بستانه بی. گل بر خدا نکر لحنبر. حلف ناتو. دنیا عالم مستر مغویک. لا مستر خمان. أنسان لنجي خمان تجاري أم ناكبن تجاري أم بامورال ناوينن جبر حتاني جزيرة حتاني قنديلة حتاني جاين عزاد حتاني إمرالي أم وقال بس يخبطن ياك دنيا بماني كوني.